يا بنات يا شباب، النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنواجهها: العادات القديمة اللي ساعات بتحسسك إنك محبوسة ومش قادرة تتقدمي. حاسة إنك كل مرة تحاولي تتغيري وبتفشلي؟ الموضوع ده محبط، صح؟ بس ما تقلقيش، النهاردة هقولك سر صغير، 3 خطوات بسيطة ممكن تخلي تغيير أسهل مما تتخيلي. أول حاجة، لازم نعرف إن أي عادة مش هتختفي بين يوم وليلة. لا يا جماعة، ده محتاج وقت، محتاج صبر ومجهود كمان. العادات القديمة متجذرة في حياتنا، ودماغنا بيحب الراحة، فطبيعي تحسي إن التغيير صعب. بس في طرق تخلي العملية أسهل بكتير. الخطوة الأولى، قبل ما تحاولي تغيري أي حاجة، لازم تعرفي إيه العادة اللي عايزة تتخلصي منها. يعني بصي على حياتك وشوفي إيه التصرفات أو الأفكار اللي بتخليكي تحسي بالضيق أو الفشل. مثال، لو عادة الأكل العشوائي بتخليكي تحسي بالكسل، أو عادة التسويف في شغلك بتخليكي مش قادرة تخلصي حاجاتك، لازم تكتبيها. لما تبقي واعية بالعادات دي، دماغك يبدأ يتعود على الفكرة إن في حاجة محتاجة تتغير، وده أول خطوة في التغيير. الخطوة التانية، بدلي العادة بحاجة بسيطة تانية. مش لازم تحاولي تغيري كل حاجة مرة واحدة، ده هيوديكي للإحباط بسرعة. ابدأي بحاجة صغيرة، حاجة تقدري تعمليها بسهولة. مثال، لو بتحبي تاكلي حاجات مش صحية كل يوم، حاولي تبدأي بحاجة صحية واحدة بعد كل وجبة. أو لو بتأجلي شغلك، خلي عندك مهمة صغيرة تعمليها أول حاجة الصبح، حتى لو بسيطة جدا. لما البديل يكون بسيط، دماغك هيستجيب أكتر، وهتحسي بالنجاح الأولي اللي بيشجعك تكملي. الخطوة التالتة، كافئي نفسك. كل خطوة صغيرة بتعمليها، كافئي نفسك بحاجة تحبيها، حاجة بسيطة زي كوب قهوة حلوة، أو دقيقة تسمعي فيها أغنيتك المفضلة. المكافأة دي بتخلي دماغك يربط التغيير بشعور حلو، وده بيخلي العادة الجديدة تثبت أكتر، مش مجرد كلام أو وعود. وبالمناسبة، صبرك على نفسك مهم جدا، ما تستعجليش. كل عادة محتاجة وقت عشان تتغير. كل يوم هتلاقي نفسك أقوى، أكتر وعي، وأقدر تتحكمي في حياتك. وفي الآخر هتكتشفي إن التغيير ممكن يبقى ممتع لو عرفت الطريقة الصح. يعني باختصار، لو عايزة تغيري حياتك: 1. كوني واعية بعدادك. 2. بدلي العادة بحاجة بسيطة وممكن تعمليها بسهولة. 3. كافئي نفسك على أي نجاح صغير. جربي الخطوات دي وهتلاحظي الفرق في حياتك، وهتحسي بنفسك مختلفة، أكتر هدوء، أكتر ثقة، وأكتر سيطرة على يومك وعاداتك. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون الكلام اللي بقوله تستفادوا منه. أتمنى ذلك، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. يا ريت تكتبوا لي تعليقات علشان نعرف كده إيه عيلتنا كويس. سلام.